وتصلى جماعة وتصلى فرادى، وتصلى في المسجد وتصلى في البيت. والمذهب أنها جماعة في المسجد أفضل، أن تصلى جماعة في المسجد أفضل، ولو صليت في البيت جماعة أو انفرادا فإنها جائزة، لأن في النهاية هي صلاة نافلة. وقلنا في المسجد أفضل، مع أن الأصل أن التطوع في البيت أفضل من المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا لأداء النبي لها في المسجد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة ثم اجتمعوا زيادة فصلى بهم الليلة الثانية، ومشهور أنه خرج ليلة ثالثة وصلى بهم، ثم لما رآهم زادوا لم يخرج إليهم في الرابعة، وقيل لم يخرج إليهم في الثالثة. على كل حال أنه بين سبب امتناعه أنه خشي أن تفرض عليهم، فدل على أن الأصل أنه كان يصليها في المسجد جماعة مع المسلمين.